فولوفان على كريم تشيز سكري تعمل الكيف نودكم ولا نشهيكم بالبنة سهلة ما تاخوش منكم برشا وقت تنجموا تودوا بها العزيز عليكم. باش نبدا بالكريم تشيز، اول حاجه حطيت 400 غرام حليب، 100 غرام كريم ليكيد 30%، 130 غرام سكر، باكو كريم ديسير غو فاني متاع فانواز. خلطتهم الكل لين تحلوا ومن بعد حطيت لاباغي يطيب على نار متوسطه. كيف طابت طفيت الغاز وزدت عليها 120 غرام فروماج تارتيني، خلطتها بالفوي لين ذاب الجبن وتحصلت على القوام هذا. خليتها تبرد على جنب وهوني خديت باكو بات فويتي اون بلوك متاع فانواز، خرجته من الكونجيلاتور خليته يتحل شويه. وانا ننصحكم باش تجربوها في لي غوسيت نتاعكم السالي والا سكري، خاطر ياسر خفيفه ومورقه بالبي وتقعد ديما كروستيونت. رشيت شويه فرينه فوق البلان دو ترافاي وحليت البات والابيسور نتاعها 3 ملم. عندي هوني ان بورت بيس كاري 5 sur 5 طبعت بيه البات الكل، وخديت ان بورت بيس اخر سو فورم دو كور شكلت بيه الكعبات في الوسط، وبيان سور لازم تكون كعبه بكعبه. رصفت الباس في الطبق ودهنته بابيض العظم ولصقت فوقهم الباقي اللي سبق وطبعته في الوسط. كملت دهنتهم بشويه دورور اصفر عظمه ومغرفه كبيره نتاع حليب، دخلتهم يطيبوا 20 دقيقه على 170 درجه. وهذوما الكعبات بعد ما طابوا خليتهم بردوا شويه ونزلت عليهم في الوسط اجي فوغي افيك لا كريم تشيز اللي سبق وحضرتها. نجموا زيادة تزيدوا شويه جولي فريز، تلقاو الريسيت نتاعو تحت الفيديو. وللزينه من الفوق رشيت عليهم شويه سكر غلاس نتاع فانواز وكعبات فريز وفرامبواز. كان عجبتكم الفكره ما تنسيوش باش تشجعوني وتعملوا لي جيم.